الزمالك مهدد بالهبوط للدرجة الثانية، وكمان خصم نقاط وحظر الانتقالات وإيقاف القيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية أحب أرحب بجماهير المارد الأحمر. بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الأهلي، ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في أول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. يا جماعة احنا مش بنطلع نقول كلام وخلاص، احنا بنطلع نقول أخبار حصلت أو مشاكل حصلت بالفعل، عشان الناس اللي بتطلع تقول مالكش دعوه بنادي الزمالك وخليك في ناديك والكلام ده كله. احنا المفروض بنطلع نقول الاحداث اللي بتحصل في اي نادي، مش شرط نادي الزمالك بس. وانا عايز ابدا بتصريح اللي انا ختمت بيه الحلقه اللي فاتت، اللي هو تصريح مرتضى منصور وهو بيقول ان الزمالك مهدد بالايقاف وهناك كارثه سوف تحدث بسبب عدم دفع الاقساط الخاصه بنادي لشبونه البرتغالي 1,300,000 دولار تمثل مستحقات انتقال شيكابالا الى الزمالك. القصه دي اللي انا فاكرها حصلت في 2015 لما شيكابالا كان بيلعب في نادي لشبونه البرتغالي، وبعد كده رجع لنادي الزمالك. فساعتها نادي لشبونه البرتغالي قدم شكوى ضد نادي الزمالك او شيكابالا عشان ان هو بسبب ان هو ساب النادي. فطلع علينا شيكابالا في الوقت ده في احدى البرامج وقال ان هو بيسدد الغرامه من مستحقاته الخاصه، وان المستشار مرتضى منصور بيخصم منه كل شهر او كل سنه من مستحقاته، لدرجه ان هو قال انا ما بقبضش غير 1000 جنيه بس. الكلام ده قاله شيكابالا في احدى البرامج. ده معناه ان شيكابالا سدد الغرامه لنادي لشبونه. سددها لمين؟ سددها لنادي الزمالك، ومفروض نادي الزمالك يسددها لنادي لشبونه البرتغالي. فاحنا بقى عايزين نعرف بقى الفلوس دي كانت بتخصم من شيكابالا بتروح فين؟ بتروح نادي الزمالك ولا كانت بتروح لحد تاني؟ عشان لما نقول ان الاخطاء والمشاكل اللي بتحصل في نادي الزمالك كلها بتحصل من ايام ما مسك مرتضى منصور نادي الزمالك في 2015، واحنا مش بنتبلى عليه. ده مش مشكله شيكابالا بس، ده لسه في قواضي تاني. انا لو هقعد احكي على كل قضيه بتفاصيلها مش هناخد حلقه او اتنين، هناخد اكتر من كده بكتير. عندنا مشكله باتريس كارترون وباتشيكو وخالد بوطيب ومحمد ابراهيم وجروس وفي غيرهم انا مش فاكرهم والله. كل المشاكل دي وفي غرامات، ده غير الغرامات اللي هي المديونيات في اتحاد الكوره ومديونيات الضرايب والارصده اللي محجوز عليها. كل ده مين السبب فيه؟ فكروا للحظه مين السبب في كل اللي بيحصل في نادي الزمالك او كل الديون اللي على نادي الزمالك. وفي الاخر بيطلع مرتضى منصور بيضحك على جماهير نادي الزمالك بكلمتين ويقول لهم ان انا بدفع من جيبي وعيالي صحتهم راحت، وان هم بيدفعوا من جيبهم وبيصرفوا على نادي الزمالك. وكمان بيوهمهم ان نادي الزمالك من غير مرتضى منصور وعياله خرابه، وان هو ما ينفعش يشارك في بطولات، وان هو ما ينفعش ايه. انا عايز اعرف بس، يعني جماهير الزمالك تفكر معايا كده اللحظه ايه اللي عمله مرتضى منصور وعياله لنادي الزمالك خطوه لقدام. خطوه لقدام. انتوا لو فيكوا عقل وبتفكروا فكروا وشوفوا الفرق، وشوفوا الناحيه الثانيه بيحصل ايه. انا مش عارف الناس دي مغيبه ولا مضحوك عليها ولا هي مبسوطه كده، ولا انا مش عارف. واللي هيأكد كلامي هو الخبير اللوائح في الفيفا الاستاذ عامر العمري، بيقول كل حاجه بالتفصيل بالتاريخ وبالارقام وبالمبالغ، عشان تعرفوا وتميزوا ما بين مين اللي بيوقع النادي ومين اللي عايز يقف جنب النادي ويساعده. بيقول الاستاذ عامر العمري يوم 1 مايو محكمة التحكيم الرياضية كاس ترفض استئناف نادي الزمالك المصري ضد قرار اللجنة الانضباط بالفيفا بتاريخ 13 يناير 2022. انا اقول لكم كل حاجة بالتفصيل وبالتاريخ. واصبح نادي الزمالك ملزم
بدفع لنادي لشبونة البرتغالي مبلغ 510,000 دولار بالإضافة إلى فايدة 10% سنويا اعتبارا من 27 أغسطس 2015 حتى تاريخ السداد الفعلي. يعني لسه اما نشوف هيسدوا امتى. فيعني موضوع الغرامة مش يعني ال10% دول لغاية ما يسددوا فعلا الفلوس. ده لسه في يعني لسه في حاجات تاني. وكمان 400,000 دولار مقابل رسوم الغرامات بالإضافة إلى فايدة 5% سنويا كالتالي: 200,000 دولار اعتبارا من 16 يناير 2016، و200,000 دولار اعتبارا من 16 يوليو 2016، و5,000 فرنك سويسري كمساهمة في المصروفات فيما يتعلق بالإجراءات التحكيم أمام محكمة كاس، و30,000 فرنك سويسري غرامة لصالح الفيفا. يمنح الزمالك مهلة نهائية مدتها 30 يوم من تاريخ الإخطار بالقرار الحالي لتسوية المبلغ المذكور، وعند انتهاء الموعد النهائي المذكور أعلاه في حالة التخلف عن السداد أو عدم الامتثال بالكامل للقرار خلال الفترة المنصوص عليها سيتم إعلان حظر الانتقال حتى يتم سداد المبلغ بالكامل، أو الامتثال للقرار غير المالي سيتم حظر الانتقالات تلقائيا على المستويين الوطني والدولي دون الحاجة إلى اتخاذ قرار رسمي آخر أو إصدار أمر من لجنة الانضباط فيفا أو السكرتارية. بالإضافة إلى ذلك قد يتطلب أيضا خصم النقاط أو الهبوط إلى الدرجة الأدنى، بالإضافة إلى حظر الانتقال في حالة استمرار الفشل أو تكرار المخالفات والانتهاكات الجسيمة، أو في حالة عدم إمكانية فرض نقلها بالكامل. انتوا عارفين معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان لازم جماهير نادي الزمالك تفوق. دي قضية واحدة هيحصل فيها كل اللي انا شرحته ده او كل اللي انا قلته ده، قضية واحدة، قضية شيكابالا. امال باقي القواضي بقى هيعملوا فيها ايه او هيعملوا ايه في نادي الزمالك؟ انتوا متخيلين ان كل ده في قضية واحدة بس؟ يعني انا بصراحة يعني ربنا يكون في عون اللي هيجي يمسك نادي الزمالك. يعني انا مش عارف يعني اللي هيجي يمسك نادي الزمالك هيحل المشاكل والكوارث اللي في نادي الزمالك دي ازاي؟ وانا مش يعني انا مش بنتكلم على مشاكل نادي الزمالك بس. يا ريت نطلع نحاسب الناس اللي كانت ماسكه من 2015 لغايه دلوقتي ونقول لهم انتوا خدتوا فلوس نادي الزمالك وديتوها فين وصرفتوها في ايه؟ فين المحاسبه؟ ولا هم طالعين يشتموا في الناس وخلاص؟ ولا هم يعني هم شاطرين كده ويعني سبحان الله بكل جراءه وكل بجاحه بيطلعوا يشتموا في الناس وهم اصلا ناس واكله النادي. ده غير ان هم كمان اليومين دول بيتكلموا من غير صفه، وان انا هجيب صفقات وان انا مش عارف هعمل ايه. الناس دي انتوا سايبينهم ازاي؟ يعني انا ازاي جماهير نادي الزمالك سايبه الموضوع ده كده؟ فالحين بس تطلعوا علينا وتقعدوا تتكلموا عن النادي الاهلي وجماهيره؟ يعني انا اول مره بصراحه اشوف، يعني انا لو عندي مشاكل وهم وعندي ضغوط في دنيتي وعندي بلاوي مش هبص على اللي جنبي اشوفه ماله ولا ظروفه ايه. لا، انا هبص لنفسي عشان احل مشاكلي، وده الطبيعي. ده الطبيعي، احنا مش بنألف ولا اي واحد عنده مشاكل مش معقول هيسيب مشاكله ويبص لمشاكل جاره مثلا او حد ساكن جنبه. يا جدعان اعقلوا يعني قدروا الموقف اللي فيه نادي الزمالك. وعلى فكره
انا مش بقول الكلام ده، مش انا لوحدي، ده يعني معظم ناس زملكاويه فاهمين اللي انا بقوله وعارفين اللي انا بقوله ده صح، بس صوتهم مش واصل. فيا ريت يعني انا اتمنى ان كل ده، يعني كل ده حتى عشان كل واحد ياخد حقه. العدل، العدل، احنا مش عايزين غير العدل. وزي ما قلت، لو كل واحد خد حقه وكل واحد حكم بالعدل، محدش هيزعل، محدش هيزعل. بس اللي يهمني في الموضوع ده ان كل واحد بيغلط لازم يتحاسب. ويا ريت جماهير نادي الزمالك تطلع وتنادي بان اللي غلط لازم يتحاسب. انا ما عنديش كلام تاني اكتر من اللي انا قلته. ويا ريت الناس اللي تشوف الفيديو او تشوف الحلقه تعمل بالنصيحه، لان مفيش كلام تاني يتقال اكتر من اللي انا قلته. قضيه واحده هتوقع نادي الزمالك، اما بقيه القواضي هتعملوا فيها ايه؟ اتمنى في النهايه كل اللي يشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الاهلي. ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في اول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعه، وما تنساش ان قناه النادي المارد الاحمر للاهلي وللاهلاويه. سلام.